ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند حمد على قناه حياتك احلى عند محمد. هعمل معاكم سلطه الرنجه باسهل واسهل طريقه. ركزوا معايا كده في المقادير ومشوا معايا خطوه بخطوه. مبدئيا معايا رنجه زي ما انتم شايفين كده. الرنجه دي انا مش هشويها، انا هحط عليها ميه سخنه بتغلي وهعمل عليها السلطه. انا اول مره اجرب الطريقه دي، انا شفتها فقلت ايه اجربها وان شاء الله ايه تطلع ايه طريقه ناجحه. تمام. هحتاج بقى فلفل الوان احمر واصفر واخضر، وبصل اخضر او بصل احمر او بصل ابيض، حسب المتوفر عندك، وجزرايه. تمام، وطحينه. خلاص، وده بقى ايه الطبق اللي انا هحط فيه الرنجه. اول حاجه هحط الرنجه ايه في ميه سخنه بتغلي. حطيت الرنجه في ميه سخنه بتغلي وسبتها شويه زي ما انتم شايفين كده. تمام. هبتدي بقى ايه اعمل سلطه الرنجه، وبعد كده بقى ايه افكك ايه الرنجه، هسيبها كده على جنب واعمل ايه سلطه الرنجه. قطعت الخضار كده زي ما انتم شايفين. قطعت الفلفل الاحمر والاصفر وال والاخضر، وبشرت الجزرايه، وقطعت البصل الاخضر. تمام. انا قطعت الفلفل الاخضر، الفلفلايه الخضراء قطعتها كلها عشان كانت متوسطه، وقطعت نص الفلفلايه الحمراء ونص الفلفلايه الصفراء عشان انا هعمل رنجايه واحده بس. لو انت هتعملي اكتر من كده اعملي الكميه كلها. تمام. وبشرت الجزرايه. تمام. وقطعت البصل الاخضر. اول حاجه بقى ايه هعمل الطحينه، وبعد كده بقى ايه اضيف السلطه على الطحينه. حطيت معلقتين طحينه كبار، هعصر عليها ليمونه واحط خل. عصرت ليمونه، هحط ايه معلقتين خل. حطيت معلقتين خل كبار، هحط ايه نص معلقه صغيره ملح، لان الرنجه كده كده فيها ملح. حطيت نص معلقه صغيره ملح زي ما شايفين كده. هبتدي بقى اقلب كل المكونات مع بعض كده. قلبت كل المكونات مع بعض كده زي ما انتم شايفين. هحط بس معلقه صغيره ميه مغليه. لا، معلقه كبيره، هحط معلقه كبيره ميه مغليه. وهقلب كله مع بعضه. هضيف بقى ايه الخضار، وكده الخضار كده كده فيه ميه فهننزل ايه ميته، وهقلب كله مع بعضه. قلبت الخضار كده مع الطحين زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى ايه افصص الرنجه واضيفها. دي الرنجه بتاعتي بعد ما سبتها شويه. شفتوا نزلت كل الدهون اللي فيها كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ايه افصصها واضيفها للسلطه اللي انا عملتها. صفيتها من الميه اللي كانت منقوعه فيها. هبتدي بقى ايه افصصها. فتحتها كده بالسكينه زي ما شايفين كده. هبتدي بقى ايه افصصها كده اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله تفصل معايا بسهوله. عايزه اقول لكم الطريقه دي طلعت ناجحه جدا جدا جدا. بصوا، ولا تتشوي بقى على البوتاجاز بقى، ولا تتعبك، ولا تبهدلك البوتاجاز، ولا تبهدلك المطبخ. يعني طريقه سهله جدا 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 وسريعه. لو انت مستعجله تعمليها. بصوا الجلد بتتقشر ازاي. بصوا الجمال. بسم الله ما شاء الله. هفصصها وارجع لكم. ده شكل الرنجايه بتاعتي بعد ما فصلت الجلد عنها. بصوا سليمه وزي الفل، والجلد اتفصل بسهوله. يعني احسن لما بتشويها. يعني هو فعلا والله العظيم الطريقه دي حلوه جدا جدا جدا. بصوا الجمال. بصوا هبتدي بقى افصصها بسهوله كده واضيفها ايه للسلطه وارجع لكم. فصصت الرنجايه كده زي ما انتم شايفين. بصوا اتفصصت في منتهى السهوله واليسر. بصوا ولا موسخه مكانها. يعني فعلا طريقه جميله جدا جدا جدا. انا ان شاء الله هعتمد الطريقه دي واعملها على طول، مش هشويها تاني. هبتدي بقى ايه اقلبها مع سلطه الرنجه واقدمها. ده شكل سلطه الرنجه بعد التقديم. قدميها الف وشفا. عاوزه اقول لكم الطريقه دي فعلا ناجحه جدا جدا جدا. وفرت عليا وقت ومجهود كبير جدا جدا جدا. اهم حاجه تمشي بالخطوات اللي انا عملتها معاكي. ان شاء الله انا هعتمد الطريقه دي، مش هشوي رنجه تاني. هعملها بالطريقه دي على طول ان شاء الله. قدميها مع بطاطس محمره. دي بطاطس محمره في الاير فراير، ان شاء الله هبنزل تقطع على القناه. قدميها مع عيش بلدي او عيش شامي، ده حسب ما تحبي انتي. قدميها مع حاجه ساقعه. دي سبيروس باتس تفاح احمر. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا 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 جدا. فعلا 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 طعمها حلو قوي. ومنتج مصري 100%. ممكن كمان تستخدمي هيلث كولا او تو كولا. اهم حاجه تستخدموا منتج مصري. ده غدا اول يوم العيد الفطر. كل سنه وانتم طيبين.
يا رب يكون عاجبكم. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك في القناه، وريت تدعموا الاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد فطر سعيد عليكم جميعا.